أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، ولد بتلمسان وقيل بونشريس. وونشريس سلسلة جبلية معروفة، وقال بعضهم أنه مكان ما بين مدينة تسمى مليانة وتلمسان، ولعل أجداده ارتحلوا إلى تلمسان. درس في تلمسان ونشأ فيها وتربى في أحضانها. وتلمسان مدينة عريقة خطت في القرن الرابع للهجرة، وكان أول ما بني فيها مدينة صغيرة تسمى أكادير، أول من بناها وإدريس بن عبد الله الكامل، ثم انتقل من تلمسان إلى فاس. عرفت تلمسان بالعلم وبالعمران وبفقهائها وأدبائها، وكانت فيها حركة علمية كبيرة. ذكر بعضهم كما لأبي عبيد البكري في كتابه المغرب في ذكر أخبار إفريقية والمغرب أنها كانت تعتبر قلعة المغرب الأوسط. نعم. نشأ فيها الونشريسي، وكانت منارة للعلم والمعرفة وقاعدة المغرب الأوسط كما ذكر أبو عبيد. درس فيها ودرس على جلة من علمائها مثل القاسم العقباني والمرازقة، وهذه عائلة مشهورة بالعلم. وحسب كتاب المناقب المرزوقية بلغ عدد العلماء في هذه الأسرة 10 من العلماء، منهم ابن مرزوق الحفيد والكفيف والخطيب والابن والجد. وقد ذكرهم ذكروا فيها في المناقب المرزوقية بترتيب، وهم ما بين محمد وأحمد. نعم. وكلهم من المرازقة من عجيزة. درس على الكفيف ودرس على العقباني ودرس على جلة من علماء تلمسان. الونشريسي رحمه الله امتاز بحفظه وذكائه وشجاعته، ولعلنا إن شاء الله سنعرج على سبب تأليف الكتاب وسبب هجرته من تلمسان إلى فاس. للونشريسي مؤلفات معروفة يعني يعرفها كل مطالع للتراث الإسلامي، ومن أكبر إنتاجاته العلمية المعيار المعرب والجامع المغرب في ذكر علماء وفتاوى إفريقية والأندلس والمغرب، كما أن له كذلك كتبا أخرى منها المنهج الفائق الرائق في أحكام الوثائق، حيث أن الونشريسي رحمه الله تقلد منصب مفتي فاس وعالمها، حتى التصق اسم الإفتاء مفتي فاس باسمه، فلا يعرف مفت في فاس إلا وقيل الونشريسي رحمه الله. له كذلك غنية المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي، وهي كذلك وثائق في التدوين والإجراءات والخطط الشرعية والمالية. وله كذلك عدة الفروق، وله كتاب الوفيات، وله كتابنا ألا وهو الولايات. قلنا أن الونشريسي رحمه الله تقلد منصب مفتي فاس، وقد يتعجب شخص فيقول كان في تلمسان، وهذا سبب لعله من الأسباب الثانوية لتأليفه كتاب الولايات. رحل إلى فاس بسبب الأوضاع السياسية التي كانت تعيشها تلمسان. تلمسان كانت منطقة تقع ما بين الحفصيين شرقا والمرينيين غربا، فكانت ممرا ومطمعا لكلا الدولتين، فكانت الأوضاع السياسية والاجتماعية فيها غير مستقرة، مما دفع الونشريسي رحمه الله ومع شجاعته وعلمه إلى الإنكار على بعض من تولى مقاليد الحكم في ذلك الزمن
في دولة الزيانيين، وهذا كان سبب هجرته من تلمسان إلى فاس. نعم، ذهب إلى فاس، ارتحل إليها فرحب به وتوافد عليه الطلاب ودرسوا عليه، ولسعة علمه واطلاعه وجرأته تقلد منصب مفتي فاس رحمة الله عليه. وكان مهتما بكتابة النوازل وكتابة الفتاوى وما إلى ذلك، وله كتاب عظيم اسمه الدرر المكنونة في نوازل مازونة، بلدة تسمى مازونة، كان فيها جلة من الفقهاء، دون فيها فتاواهم واجتهاداتهم التي كانت تنزل بأهل تلك المناطق. نعم.